السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جالي تحديث لتوصية لسهم بنك الإسكان والتعمير، رمز السهم HDBK من منصة رامبل التابعة لساندر لتداول الأوراق المالية. الإيميل هنا جالي بخصوص نشر القوائم المالية لبنك الإسكان والتعمير، وهنا كان البيان أو القوائم المالية لعام 2023، وهو كان فيه صافي ربح بنسبة 167%، وبعض المراكز المالية الخاصة بالسهم. طبعا دي حاجات تكنيكال خاصة بتحليل المالي للسهم وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل، وبيشوف مدى تحقيق السهم لأرباح خلال عام 2023. طبعا وبناء عليه كانت ساندر بتعمل تحديث او رامبل بتعمل تحديث للتوصية. وهنيجي نخش هنا على التوصية هنشوف هما كاتبين لنا ايه. طبعا زي ما احنا شايفين التوصية ديت كانت في 6 فبراير 2024 زي ما مكتوب قصادكم هنا. يعني انت بتتكلم في حوالي شهر تقريبا. السعر المستهدف هو 76 جنيه، السعر الأخير 56.5%، العائد 34.3%. طبعا هو آخر تحديث اللي هو بتاريخ اليوم 4 مارس 2023 زي ما انتوا شايفين دلوقتي اهو التاريخ قصادكم، هو رفع السعر المستهدف لأن هم كانوا عاملين سعر مستهدف أقل من 76 جنيه اللي هو قصادكم دوت. طبعا هو رفعوه لغاية ما وصلوه ل76 جنيه. طبعا هنا كاتبين قائمة المركز المالي اللي هو تم نشرها من قبل البنك الإسكان والتعمير لعام 2023، نفس الكلام اللي هو كان مكتوب في الإيميل السابق. طبعا هنا احنا هنشوف تاريخ التوصية اهو زي ما موجود قصادكم، كان شراء بتاريخ 6 فبراير 2024. طبعا كان المسؤول عن التوصية ديت عبد الخالق محمد وعمرو حسين الألفي. طبعا التوصية ديت يا جماعة من التوصيات الأساسية، لأن في نوعين من التوصيات، ودي حاجة كان يعني أول مرة أتكلم عليها. في نوعين من التوصيات يا جماعة عشان تبقوا معايا، توصية أساسية وتوصية فنية. التوصيات الفنية دي بتعتمد على إن السهم في ترند صاعد، وهو بيعمل تقفيل للمراكز المالية السابقة وبيطلع لتحقيق مستهدفات جديدة، فبنبدأ نخش معاه بناء على المراكز المالية الجديدة اللي هو بيفتحها، بناء على ان اتجاه السوق هو اتجاه صاعد، فبالتالي هو بيبدأ يصعد في المستوى المحدد له من التوصية الفنية. أما التوصية الأساسية دي بتختلف شوية، لأن التوصية الأساسية دي غالبا بتبقى على المدى الطويل للناس المستثمرين، اللي هو على المدى المتوسط اللي هو من 4 شهور ل9 شهور أو 6 شهور، وعلى المدى الطويل اللي هو بيصل إلى 12 شهر. فطبعا التوصية ديت من التوصيات الأساسية اللي احنا هنخش فيها النهاردة، وان شاء الله من المستهدفات البعيدة هتكون الرقم اللي هو 76 جنيه بالنسبة لبنك التعمير والإسكان. وان شاء الله في فيديوهات خلال النهاردة او بكرة بالكتير، فيديوهات هامة جدا 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 خاصة ببعض اللقاءات اللي هم جم وعملوها، سواء عمرو حسين الألفي بخصوص وضع السوق وحالة الاضطراب وتسعير بعض الأسهم، وخاصة ان في تذبذب في السوق نتيجة اختلاف سعر الفرق، وايه القطاعات اللي هي هتستفيد من فروق العملة وحتى بعد تعويم الجنيه. فان شاء الله انتظروا الفيديوهات الجاية، هتكون مهمة جدا جدا، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.